سألت نفسك قبل كده ليه لما بلاقي الشخص اللي حتة مني وبكمله وبيكملني أول ما بقرب منه خطوة بيبعد 20 خطوة؟ ليه الكيمياء ما بينكم بتكون نار؟ وأول ما الأمور تاخد الشكل الجاد أو الرسمي فجأة كده بيختفي وبيعمل حظر بدون أي مقدمات أو بدون سبب واضح. فلو مريتي بتجربة زي دي يبقى أنت كنت في علاقة توأم الشعر. دلوقتي جاي أقولك الحقيقة اللي بتوجع بس هتفوقك. ليه المطارد بيفضل يجري والهارب بيفضل انه يستخبى؟ وازاي توقفي اللعبه دي للابد؟ في الاول كده يعني ايه مطارد وهارب؟ المطارد غالبا بيكون الطرف الواعي اكتر، بيبقى عايز يدمج العلاقه، يدي حب كتير، مستعد يعمل اي حاجه علشان العلاقه تنجح. انما الهارب غالبا بيكون الطرف اللي خايف او مرعوب من الشخصيه اللي قدامه او انه يقتحم خصوصياته، فبيهرب علشان يحمي نفسه. طب السؤال هنا، ليه كل ما تقربي يهرب؟ ببساطه لانكم شعله واحده. يعني تخيلي كده معايا لو معاكي مغناطيسين وليهم نفس القطب، وكل ما تقربيهم قدام بعض التاني بيندفع لورا تلقائيا. علشان اوضح لك اكتر، تخيلي نفسك كده انك بتبعتي له رساله كل يوم: عامل ايه؟ طمني عليك، وبتحاولي تفتحي معاه مواضيع وتخططي لمستقبلك معاه. وهنا شايف حبل بيخنقه مش حب، لانه لسه مش مستعد ان يواجه نفسه، وانت بتمثلي ليه المرايه اللي بتبين له جروحه القديم، فبيهرب بالسكوت او لاصحابه او لعلاقات تانية. علاقات كده بتكون سطحيه علشان ينسى. واكبر غلطه ممكن تقعي فيها هي المطارده. ما ينفعش تقولي لنفسك انا كل ما اضغط اكتر هيقرب او هيفهم ده. طبعا المفهوم ده غلط، لان الحقيقه بتقول ان كل ما تجري وراه انت كده بتديله طاقه احتياج، والطاقه دي بتبعده وما بتقربوش. في قاعده كده بتقول الشيء الذي تطارده يهرب منه. طب ازاي توقفي الهروب ده؟ الحل طبعا مش انك تشتري حبل، انما الحل في انك تبعدي خالص او تسيبيه خالص. ما اقصدش هنا تنهي العلاقه، انما ببساطه انك تنقلي تركيزك بدل ما يكون عليه يكون عليكي انت. لان طول ما عينيك عليه عمل كذا وبيعمل كذا والحاجات دي، او شاف الستوري بتاعي او بيكلم مين، كل الحاجات اللي عارفينها دي، انت كده لسه في دور المطارد. والهارب مش هيرجع الا لما المطارد يسكت. يعني لما تبص لنفسك ولحياتك ولشغلك واي حاجه مهمه في حياتك، صحتك، جمالك، طبعا كل ده لنفسك قبل ما يكون عشان. هنا طاقته بتبتدي تحس بالفراغ، فبيبدا هو اللي يدور عليك. اعرفي ان الهارب ده مش شرير ولا حاجه، بس هو خايف ومحتاج شويه وقت ينضج فيه بعيد عنك. انت تعرفي القطه لو جريتي وراها علشان تمسكيها، علشان بس تطبطبي عليها، هتجري وتخاف وتستخبى منك. لكن لو قعدتي مكانك وطلعتي حاجه بتحبها بدات تاكليها وانت مش واخده بالك منها، هي اللي هتجيلك وهتتمسح فيكي. توأم الشعلة الهارب عامل زي كده بالظبط، محتاج يحس انك محتاجاه علشان يرجع، وهو اللي يختارك. رحلة توأم الشعلة مش علشان تلاقي نصك التاني، انما الهدف منها علشان تلاقي نفسك الاول. الهارب هيفضل هارب طول ما انت مركزة معاه ومشغولة بيه طول الوقت. بطلي تطاردي السراب وركزي في حقيقتك، ساعتها بس كل الكون هيطاردك بالخير. يا ترى بقى حد بيمر بالتجربة دي؟ وقولوا لي بقى بقالكم قد ايه في مرحلة المطاردة او الهروب، ومن فيكم اللي قرر يوقف المطاردة؟